السلام عليكم غالياتي مقتصدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله الكل يكون بخير وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وكنتمنى دائما هذا الفيديو اللي كنحط لكم انكم تكونوا كتستافدوا منهم، ولو شي حاجه اللي تكون بسيطه بزاف انكم تستافدوا منها ان شاء الله. ودائما دعموني بواحد لايك بواحد تعليق محفز باش هكا دائما نحط لكم بزاف ديال الخطوات، يعني كل حاجه وكيفاش نخدموا بها سواء في المطبخ او لا حتى في المواد اللي كنستعملوا داخل المطبخ او داخل البيت. اليوم ان شاء الله افكار زوينه، وايضا خطوات وتدابير ونصائح ايضا بخصوص المجمد كيف ما شفتوا في العنوان. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على الفريغو بصفه عامه. الفريغو البنات راه كيكون شي حاجه اللي مهمه بزاف في البيت ديالنا، سواء يعني كان المجمد يكون بوحدو او اللي كيكون لاصق مع الثلاجه. ففي كلا الحالتين اننا كنستافدوا منهم. علاش كنستافدوا منهم؟ بزاف ديال الحويجات كان ممكن اننا نطيبوهم ونحطوهم فيه، وكيسهلوا علينا الوقت، كيسهلوا علينا ايضا التعب ديال الكوزينه وديال الوقوف، خصوصا في شهر رمضان وغير شهر رمضان. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر لكم على كيفاش ممكن اننا نستافدوا منه، وكيفاش ممكن اننا نستافدوا منه بطريقه صحيحه. فمثلا الا شدينا هذاك الفريكو وبقينا غير كنحطوه كندكو فيه، راه اول حاجه كيزيد في الفاتوره، يعني كيولي كيطحن الضو بزاف، وايضا ما كيكونش مرتب. ملي كتبغي تجبدي شي حاجه كتحليه واحد 5 او ديال 10 ديال الدقائق باش هكا يلاه كتقلبي على هذيك الحاجه اللي بغيتي. ف غادي نعطيكم بعض النصائح باش هكا يعني كنخدموا على الترتيب. واول حاجه كيفاش نرتبوا الفريكو ديالنا، سواء كيف قلت لكم اللي كيكونوا بوحدو او لا اللي كيكون لاصق في الثلاجه. فاول حاجه غادي نبداو بها وهي النوعيه ديال هذاك الفريكو، واش فيه طبقات او لا كله بحال او لا فيه زوج ديال الطبقات، 3 ديال الطبقات او لا زوج ديال الطبقات، او لا كيكون طبقه واحده، او لا كيكون كبير او لا صغير. فهذا واحد العامل اللي كيلعب دور كبير بزاف. فاول حاجه الا كان عندنا الفريكو صغير فنحاولوا اننا ما نبقاوش نستعملوا هكا البواطات. من الاحسن اننا نستافدوا او نستعملوا غير البلاستيك. يعني كناخذ مثلا يعني مثال بسيط بحال مثلا لي صوص ديال المطيشه الا كنت انا كنصايبهم في الدار، او لا الربيع كنبغوا هكا كيكون مقطع، او لا خضر مثلا مسلوقين وبغينا نخليوهم عندنا، او لا مثلا اي حاجه بغينا يعني نحطوها مثلا في الفريغو. فاول حاجه كنديروهم في بلاستيك، وهذاك البلاستيك نحاول انني ملي نكون نعقدو يعني كنديرو مسطح، يعني كيكون هكا يعني بحال شي سداده ديال شي بواطه، يعني كيكون هكا مستطيل او مربع، يعني يكون مقاد باش ملي كنكون نحط في داك الفريغو كنحط وحده على وحده بحال شكل الملابس. يعني ملي كنكون نحط راني كنشوف هذيك الحاجه اللي حطيت، مثلا الصوص ديال المطيشه او لا الربيع او لا حمص او لا لوبيا او لا اي حاجه حطيتها في هذاك الفريغو، فانا كنشوفها من بعيد. اما الا شديت هذيك البلاستيك مثلا وكنعقدها كتجيني هكا مجموعه ويعني مدكسه. يعني كيفاش كتجيك وحده على وحده، وحده بجنب وحده، وحده حدا وحده، يعني ما كيعطيونيش واحد الترتيب. اول حاجه مقاد في الفريغو، ثاني حاجه ملي كنبغي نجبد شي حاجه فكنضطر انني نجبد كل شيء، عاد كنبدا نقلب على هذيك الحاجه اللي بغيت. فمن الاحسن انني يعني ندير في بالي ان الترتيب ديال الفريغو راه كيلعب دور كبير بزاف. الا رتبته راه غادي اول حاجه يهز ليا يعني بزاف ديال الحويجات، وغادي ايضا يعني نستافد منه. ففين ما كنبغي نجبد شي حاجه كتبان ليا بالعين المجرده دغيا كنمشي نجبدو. هذه من جهه. من جهه اخرى بزاف ديال الحويجات كنبغوا نستافدوا منهم وكنبغوا نحطوهم هكا في الفريكو. الا ما حطيناهمش بشكل صحيح كوني متاكده ان هذيك الحاجه اللي حطيتي سواء كيف ما بغات تكون، واش طيبه ولا مسلوقه او لا هكا طريه باغا تحتفظي بها، الا ما حطيتيهاش بواحد الطريقه اللي صحيحه فغادي تفسد معك. علاش غادي تفسد معك؟ اول حاجه الا درتيها في واحد البلاستيك مثلا ما رديتيش ليها البال وكانت يعني مثلا مقطعه،
فغادي يدخل لها الهواء وهكا غادي تخسر معك. او كديريها مثلا في واحد البواطه، هذيك البواطه مثلا كتكون فيها واحد الكميه كثيره، ملي كتبغي تجبديها ما كتبغيش تقسم لك، على شحال عاد كتحطيها مثلا فوق بوطاجي، على شحال عاد كتبدا تذوب واحد شويه، عاد كتقطعي منها وكتعاودي ترجعيها، فهكا الاكل ديالنا كيتسمم وكيفسد. فمن الاحسن انني اي حاجه بغيت نحطها وعارفه راسي انني غادي نهز منها غير واحد الكميه، فنحاول انني ندير بلاستيكات، وكل حاجه كنحطها بالعبار باش منين نبغي نجبدها كنجبدها كامله، سواء اللحم او الدجاج او مثلا هكا في الحوت، او لا كيف ما قلنا الربيع، حمص، لوبيا، مثلا فول هكا ملي كنبغيو مثلا نرقدوه ونبغيو يعني منين نبغيو نجبدوه، مثلا نبغيو نديروه في بصاره او في اي حاجه كنلقاوه مرقد دغيا كيساعدنا هكا، ولا في رفيسه مثلا كنبغيو نديروه كنلقاوه يعني مرقاد قبل، ما كياخذش لنا بزاف ديال الوقت. فهكا يعني كل حاجه كنحطها وكنعطيها وقتها في الترتيب، باش هكا من بعد كنسهل عليا اي حاجه. وكيف ما قلت لكم راه الفريغو الا كان مرتب كوني اكيد انه غادي يهز لك بزاف ديال الحويجات. هذا بالنسبه للفريغو اللي كيكون لاصق في الثلاجه. كيف ما قلت لكم خاصكم تحترموا يعني المساحه ديالو، واش كبير او لا صغير او لا متوسط، واش فيه مثلا طبقات، واش فيه مثلا غير زوج ولا ثلاثه ولا غير طبقه واحده. مهم خاصكم تكونوا عارفين هكا يعني الترتيب ديالو كيفاش غادي يكون. وكيف ما كنعرفوا بالنسبه للفريغو راه بزاف ديال الحويجات كنبغوا نديروهم هكا ونستافدوا منهم. اول حاجه كيف ما قلنا كنستافدوا من الوقت، كنستافدوا من هذيك الوقفه اللي غنبقاو واقفين، يعني الوقت ديالنا بعض المرات ما كيكونش، يعني الا جا عندك مثلا شي واحد على غفله فكتلقاي عندك هكا بزاف ديال الحويجات في المجمد، مثلا خبيزات، مثلا كريسات، مثلا حريشات، مثلا مسمنات او البطيبيطات، يعني اي حاجه نعرف راسي انني غادي نستافد منها، سواء نستافد منها انا او لا نخليها هكا الطوارئ، مثلا الا جا عندي شي واحد على غفله فنحاول انني نحطها بواحد الشكل اللي صحيح باش هكا نستافد منها وما تضيعش ليا. تاني حاجه، الا عرفت كيفاش نستغل الفريغو ديالي وعرفت كيفاش نرتبه كوني اكيد انك غادي يهز لك واحد الكميه اللي كثيره بزاف، وهكا ما غاديش تضطري انك كل مره كتصايبي واحد الحاجه. مثلا بالنسبه للحماص، بالنسبه للوبيا، هادو كيكونوا شويه، كيكونوا مثلا الا بغيتي ترطبيهم تخليهم هكا الكونجيلاتور وكتبغيهم انهم يكونوا واجدين، فإلا حطيتيهم بهذا الشكل اللي قلت لك انا فكوني اكيد انهم غادي تكونوا مستفين وحده على وحده وانتي كتشوفيهم. بالنسبه مثلا اللحوم كذلك حتى هما نديروهم بنفس الطريقه، يعني نديروهم بحال هكا مثلا ونحطوا وحده على وحده باش ملي كنبغي نجبد كنشوفهم بالعين المجرده كيف قلت لكم. وتاني حاجه، وكيف ما كتعرفوا ان بزاف ديال الحويجات كنبغوا مثلا نسلقوهم ونحطوهم عندنا في الثلاجه، او لا شي حاجه طيبه مثلا مسمان، خبيزات او اي حاجه طيبه وبغينا ان ندخلوها للمجمد، قبل ما نبغوا ندخلوها خاصنا نحترموا سميتو تتبرد مزيان، تبرد تماما تماما تبرد، عاد كندخلوها للثلاجه. الا درنا مثلا هاد الخبيزات او مسمن او حريشه او اي حاجه، الا درناها وهي مازال سخونه ودرناها في بلاستيك ودرناها في مجمد، راها غادي تطلق واحد الماء مع الصهد والبروده، ضروري غادي تعطي واحد النده كيف ما كنقولوا ليه في الاكل ديالنا، وهكا غادي يبدا يتسمم. من الاحسن انني نخلي هذيك الماكله ولا هذيك الوصفه اللي صايبت مثلا بغيت نحتفظ بها نخليها حتى تبرد تماما، عاد ممكن نديرها في الثلاجه او في الفريغو او حتى في الثلاجه طبعا، ونسد عليها باحكام. يعني اي بلاصه او اي حاجه بغيت ندخلها للفريغو او للثلاجه نسد عليها مزيان باش هكا الهواء ديال الثلاجه ما كيأثرش لينا على هذاك الاكل ديالنا. كنتمنى هاد النصائح اللي عطيتكم انكم تستافدوا منهم وديروا بهم ان شاء الله. واي وحده عندها شي معلومه او عندها شي نصيحه او عندها شي خطوه هكا تديرها في المجمد ديالها، فكنتمنى
انها تعطيها لنا ان شاء الله، وحتى حنا نستافدوا منها. علاش لا؟ هادشي كيف قلنا بالنسبه للفريغو اللي تيكون لاصق في الثلاجه. بالنسبه للفريغو اللي كيكون بوحدو فكتكون المساحه ديالو شويه كبيره، فماشي مشكل اننا نستعملوا بواطات. يعني كل حاجه كنديرها في بواطه، وكل حاجه كنكتب عليها مثلا التاريخ ديالها. كيف ما كنعرفوا حنا الفريغو الكبير يعني ممكن اننا نديروا فيه حويجات اللي كيبقاو عندنا مده طويله، ما فيها باس انني ندير فيهم السميات وندير فيهم ايضا التاريخ باش نعرف انا هذيك الحاجه امتى حطيتها، باش هكا الا بغيت نحط حاجه اخرى نجبد القديم عاد نخدم بجديد من بعد. هادشي هو المهم والاساسي في الترتيب. بالنسبه هكا المجمد، الا كان عندنا كيف ما قلت لكم في لا فيديو السابق، الا كان عندنا مجمد ما فيهش بزاف ديال الحويجات ما فيها باس انني نحولو الفريغو اللي كيكون لاصق في الثلاجه ونطفي هذاك الفريغو، وهكا كنستافد انني ما تكونش عندي يعني الفاتوره طالعه كل شهر وهذاك الفريغو ما دايره فيه حتى شي حاجه غير خدام هكاك. فكنتمنى هاد النصائح اللي عطيتكم ينالوا الاعجاب ديالكم، ينالوا الاعجاب ديال الاخوات اللي كيبغوا هكا نصائح خفاف. وكنتمنى دائما نكون خفيفه على قلوبكم. وشكرا لكم بزاف على كل التعاليق وكل الكلمات الطيبه اللي كتخليوها ليا في التعاليق. شكرا لكم بزاف. وما تنسوش ايضا تزوروا قناه اسهل الوصفات والحيل المنزليه باش هكا تلقاو بزاف ديال الوصفات اللي اقتصاديه وحيل بسيطه باش هكا ديروا بهم ان شاء الله. ما بقى لي الا نقول لكم الشعار ديالنا الحياه سهله مع بنت البلاد. كنتمنى لكم ان شاء الله كل سعاده وكل فرح، وكنت نتمنى دائما ان هذه القناه هذه دائما تبقى غاديه خطوه بخطوه الى ان شاء الله اننا نوصلوا للراحه الماليه والاستقرار المادي كيف ما كنقولوا. شكرا لكم والى فيديو اخر ان شاء الله.